السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي احسن حال يا رب بإذن الله. بصوا بقى وصفتنا النهارده ده كده اللي قدامكم ده طاجن بانيه عاملاه بطريقة حلوة قوي وسهلة قوي. بصوا شكله عامل ازاي، شكله يفتح النفس، اللي هيشوفه مش هيعتقد ان ده بانيه خالص. يلا بقى هنغير فكرتنا عن البانيه، دايما بنجيبه وبنقليه، اما نحمره يا اما نشويه. النهارده هنعمله بطريقه حلوه قوي، هنعمله طاجن ممتاز هايل جدا وهيكفيكي ما شاء الله. هيكفي الاسره كلها، وممكن كمان تعمليه طاجن حلو كده على سفرتك لو انت عامله عزومه. كله هينبهر بيه وكله هيبقى مستغرب الوصفه ديت، هي وصفه جديده وحلوه قوي. ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم باذن الله. بس قبل ما نبدا في الفيديو ونقول عملنا ايه، لو انت شفت الفيديو حابه تعملي لنا لايك او تكتبي لنا كومنت حلو قمر كده زيك، او تشتركي في القناه وتفعلي رمز الجرس علشان اي فيديو ينزل يجيلك بيه اشعار على طول. يلا بينا بقى نسمي الله ونقول عملنا وصفتنا النهارده ازاي، او عملنا طاجن البانيه الجميل بتاعنا ده ازاي. اول حاجه جبت البانيه كده، اي كميه عندك اشتغلي بيها. انا كان عندي حوالي نص كيلو كده في الفريزر، طلعته فك، وبعد ما فك كده هوت يعني جبته ودقيته بالايد الهون او بالشاكوش بتاع المطبخ زي ما انت حابه، اللي معاكي اي حاجه يعني تقيله كده او بظهر السكينه. ابداي ان انت تدوقيه عشان يتفرد معاكي، لان هو كان حتت تخينه وحتت يعني حتت سميكه وحتت رفيعه. فانا بدات جبت كيس تلاجة، فردته كده هو على البلانشه، وبدات ان انا دقيته زي ما انتوا شفتوا كده هو. هبدا بقى ان انا ايه اطعم بقى البانيه ده عشان ما يبقاش طعمه ايه مش حلو كده، عشان عايزه طعمه بقى يبقى جميل كده وطعمه مختلف. جبت كده شويه توابل، جبت شويه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل، وبدات ان انا ايه اديت كل واحده رشه كده خفيفه، يعني تبلت البانيه قطعه قطعه، مش هنعمل له سوائل خالص، لان انا عايزاه ناشف، مش عايزاه يبقى فيه ميه ولا فيه اي حاجه. حتى انا كمان نشفته من الميه علشان لما اجي ارش عليه البهارات دي تمسك فيه وما تقعش من عليه. بس فتبلته بملح وفلفل وبابريكا وبصل باودر توم باودر، وركنته على جنب ايه زي ما انتم شفتوا. جيت بقى هنا عشان اعمل بقى ايه بقيه الخلطه، هحط ايه في الطاجن الجميل ده. بصي اي نوع خضار عندك يا ستي كله حطيه، عندك كوسه حطيها، عندك فاصوليا حطيها، اي نوع خضار عندك حطيه. انا كان عندي بطاطس وكان عندي فلفل اخضر وكان عندي جزر، بدات جبت جزرتين على بطاطستين على قرن فلفل اخضر، ممكن يبقى قرن سبايسي هيبقى حلو جدا. حطيت طماطميتين كله، بص مقطعاه شرايح كده زي ما انت شايفه، وايه وعلى يعني كله كده على الطاجن على طول. مش هنعمل له خلطات ولا اي حاجه، بس في نفس الوقت هنتبله تتبيله حلوه قوي، هيبقى طعمه مميز جدا. اي حد هياكل الطاجن ده عندك هيستغرب انت عامله البانيه ده ازاي، ومحدش اصلا هيتوقع ان ده بانيه خالص. هنا بقى نفس التوابل اللي انا حطيتها على البانيه وتبلته بيها، هي نفس التوابل اللي انا هتبل بيها الخضار بتاعنا. زي ما قلنا بطاطس وجزر وفلفل وطماطم. حطيت شويه بابريكا، حطيت شويه توم باودر، بصل باودر، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، وعلى عايزة تحطي شوية بهارات سبعة حطي، اللي هي سبع بهارات. بصي أي بهارات عندك حطيها، شوية كمون، من كل حاجة كده إيه ربع معلقة. خلاص كده تبلتهم ركنتهم على جنب عشان أجي أكمل بقية الحشوة اللي أنا هحطها في البانيه. طب البانيه ده أنا هلفه رول إزاي؟ طبعا لازم احشيه، هيبقى عامل زي الكوردون بلو كده. بصوا هي فكرته هتبقى عامله زي الكوردون بلو، بس الحشوه مختلفه شويه. هنا جبت بقى البانيه قطعه قطعه، وبدات ان انا ايه جبت شويه جبن كده اهوت، الجبن الموجوده عندك استخدميها. انا كان عندي شويه جبنه موتزاريلا على شريحتين كده جبنه رومي، قطعتهم قدامكم زي ما انتم شايفين كده وخلطتهم ببعض. لو انت حابه كمان تضيفي شويه كزبره خضراء، حابه تضيفي شويه شبت متقطعين مفروم ناعم، حلو جدا هيدوم ريحه حلوه قوي. بس انا بصراحه قلت ايه عايزه اخلص وعايزه اعمل بسرعه، فقمت ايه حشوه كده اهو، حاشيه البانيه ولفاه رول زي ما انتم شايفين كده. وما تقلقيش الرول ده مش هيفك خالص منك باذن الله، بس انت ايه احبكيه شويه بس كده، ايه اضغطي عليه سنه كده عشان ما يفكش منك. بدات جبت شويه جبنه رومي على جبنه موتزاريلا، وبدات ان انا ايه لفتهم كده اهو في الرول بتاع الفراخ. ممكن تبقى بسطرمه، ممكن تبقى مدخن، ممكن تبقى اي نوع جبن عندك، ممكن تبقى ايه تاني، ممكن تبقى جبنه شيدر اللي هي المستورده. اي نوع عندك جبن ممكن تحشيه، ممكن تحشيها اي يعني لحمه مفرومه لو انت حابه، بس طبعا هتبقى العمليه كده اوفر قوي يعني، يبقى الخلطه مكلفه جدا. احنا عايزين نوفر وعايزين نعمل وصفات حلوه قوي وفي نفس الوقت متغيره وعلى قد الايد. هنا خلاص كنت لفيت الرول الفراخ كله، عملتهم كلهم رول كده زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا رصيتهم على الطاجن التحفه ده اللي عايز تاكل ني كده من غير ما يدخل الفرن. هنا خلاص بقى ايه لسه الوصفه بتاعتنا ما خلصتش، ركنته بقى على جنب، وجبت بقى ايه الصوص اللي انا هدهن بيه او هشرب بيه الفراخ مع البطاطس، الطاجن بتاعنا يعني. جبت معلقه مستردة على معلقه باربيكيو صوص على معلقه زبده فلاحي، ممكن تبقى سمنه عادي عادي خالص ما فيش مشكله، ممكن تبقى زيت، بس انا حبيت بقى ايه احبش كده المواضيع وخليها ايه لها طعم مختلف. يبقى الخلطه الجميله اللي قدامنا دي كانت عباره عن ايه، عباره عن معلقه سمنه بلدي او زبده صفراء او سمنه عاديه براحتك خالص او زيت، مع معلقه مستردة،
مع معلقة باربيكيو صوص. ممكن تلغي الباربيكيو صوص دوّة تحطي مكانه مثلًا ممكن تضيفي زبادي، ممكن تحطي مايونيز. بس بصراحة أنا إيه، حبيت أحط الوصفة ديّة، الخلطة دي يعني، وإيه، ودهنت بيها كل الفراخ كده زي ما أنتم شايفين. مسكت بقى رولات الفراخ كلها أو البانيه كله، وبدأت إن أنا ضفتها عليه. بُصّوا مسحتها كلها، اديتها كلها مسحة كده خفيفة، واللي هيتبقى ده مش هارميه طبعًا، ده اللي هيتبقى ده بقى يعتبر كنز كده معايا. ركنت كده على جنب اللي اتبقى معايا، وجبت شوية جبنة كده موتزاريلا، وقمت رشاهم كده في النُص إيه، مجرد حاجة كده بس على الوش. هنا بقى جبت معلقة صلصة، اللي هي المعجون الصلصة الجاهز، ممكن تبقى صلصة مفرومة عادي عندِك في البيت، وبدأت إن أنا خففتها بنُص كوباية مَيّة على الخليط اللي كان متبقي، اللي هو المستردة واللي هو الزبدة والباربيكيو صوص، وتبلتها تتبيلة كده خفيفة عشان بس إيه، المَيّة اللي أنا ضفتها والصلصة اللي أنا ضفتها. حطيت شوية ملح وشوية فلفل وشوية بصل باودر وتوم باودر، بس كده، وقلبتهم كويس جدًا. وبدأت إن أنا بعد ما خففتهم كده أهوّة، قمت ضايفاهم على الطاجن بتاعنا دوّة، علشان خاطر الفراخ والبطاطس مش هتلاقي حاجة تستوي فيها، لإن أنا مش ضايفة أي سوائل خالص، فهي دي السوائل اللي هي هتستوي فيها. وفي نفس الوقت كنت بارُش كده على الطاجن من فوق، علشان برضه في نفس الوقت يدّي له لون حلو كده زي ما أنتم شفتوه في بداية الفيديو. فأنا بادلقه على الخضار، بس في نفس الوقت إيه، باشرّب منه الفراخ. تمام كده. إن شاء الله تكون الوصفة واضحة معاكم وجربوها، وصفة جديدة كده وحلوة حصرية كده عندنا جميلة. بصوا بقى، بعد ما خلاص دهنت كل الفراخ بالصوص، قمت صباه الباقي على الخضار، وبدأت ان انا مسحت الطاجن طبعا عشان اما ادخله الفرن ما يبدأش ان هو يتحرق. ممكن تعمليه في طاجن بايركس، ممكن طاجن فخار، ممكن صينية فرن عادي خالص، ممكن صاج اللي هو بتاع المخبوزات. الصينية اللي عندك اشتغلي فيها، او يعني الوعاء اللي عندك اشتغلي فيه براحتك زي ما انت حابة. بصوا شكلها عامل ازاي. دي بقى هتدخل الفرن. انا هقول لكم بقى على درجه التسويه هنسويه ازاي. التسويه بتاعتنا هتكون ازاي. التسويه بتاعتنا عشان تطلع البطاطس معاكي مستويه وزبده كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، انا مسكته غطيته بورق فويل، بس هي اللقطه دي ما كانتش معاكم بصراحه، بس غطيته ورق فويل. آم، قعد حوالي في الفرن حوالي نص ساعة، ورحت شايلة من عليه ورق الفويل لغاية ما اخد اللون ده. بس انا ما شغلتش عليه الشواية خالص، هو اخد اللون من الفرن كده منه فيه، لان احنا اصلا دهنينه بمعجون الصلصة وبالصوص اللي احنا كنا حاطينه. فده كان يعني مساعد ليه ان هو يديله اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. والبطاطس كانت مستوية جدا من جوه، كل الخضار كان مستوي حتى الجزر. كل الخضار كان مستوي، ان انا كمان مقطعاه تقطيع متوسط، مش مقطعه الحاجات سميكة. الخضار مقطعاه يعني ايه، مش سميك أوي ولا رفيع قوي. وقلنا ممكن تستبدلي الخضار ده بخضار تاني خالص، ممكن تبقى كوسة، ممكن تبقى فاصوليا، ممكن تبقى بسلة. اي خضار عندك حطيه في الطاجن. بس كده بوريكم بقى يعني مستوي ازاي، الحاجات مستويه والفراخ نفسها مستويه وجميله جدا. زي ما قلت لكم ان انا غطيته بورق فويل لمده نص ساعه، وبعد كده شلت الفويل من عليه لغايه ما الخضار استوى والحاجه استوت. وقمت سايباه بقى هو اخد اللون من الفرن منه فيه، ما شغلتش عليه الشوايه خالص، وطلع مستوي زبده كده زي ما انتم شايفينه قدامكم. والحاجه تحفه، وريحه الطاجن دي كانت قلب البيت بجد والله، ريحته كانت قلب البيت خالص. ريحته جميله جدا مميزه كده، تحسي ان انت عامله حاجه فعلا مفتخره كده، حاجة يعني فخيمة كده، وفي نفس الوقت إيه مختلفة. بس فده كده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي كانت وصفتي بتاعتي النهارده. يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، بجد وصفه حلوه قوي، مش هتندموا لو جربتوها. هتعزمكم وهتعجبكم في عزومات، وهتعجبكم على سفرتكم للاولاد في البيت، فبجد جربوها مش هتندموا خالص. بس لو جربتوا الوصفه بقى وعجبتكم، ما تنسونيش بلايك، وتكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم، واشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس. بس واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد ووصفات جديده. ما تنسوناش بلايك وسبسكرايب للقناه، ومع الف سلامه حبايب قلبي، وفي امان الله.